الحقيقة أن مهازل الدولة الجزائرية صارت مزكمة للأنوف برائحتها الكريهة والمقرفة حقيقة. فكلما تابعت ما يجري على المستوى السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي إلا وأصاب بالغثيان، لأنه لم تعد هناك دولة بل مجرد عصابة تبحث عن أي شيء يلفت إليها الانتباه، ولكن بدل أن تلفت هي الانتباه الآخرين بما يخدم مصالح البلاد والعباد، صارت تلفت انتباه الناس للضحك عليها، حتى ذكرونا بسنين النكتة عن هذا وذاك. عبد المجيد تبون ذلك الشخص الذي يعاني من شبه بطالة في رئاسة الجمهورية، لا يملك قرار الدولة، وليست لديه حتى حرية أن يحقق ما وعد به الجزائريين، ولا يملك القرار على نفسه بأن يغادر قصر الرئاسة إلى مكان إلا بإعاز ومهماز من قيادة الأركان. هذا هو واقع الجزائر، لا نجيب من عندي ولا نحكي غير ذلك، ولا أنني بصدد الانتقاد. أنا أقوم بتشخيص ما أراه حقيقة وما حكاه الكثيرون ممن هم لديهم علاقات بدوائر العسكر وغيرها. رئاسة الجمهورية فجأة تنشر بيان راكم تشوفوا فيه أمامكم هام. عندما تسمع كلمة هام هذه تقول خبر كبير. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل حفيد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا السيد فلان، بين قوسين اسمه مكتوب، لا أضيع وقتي في قراءتي. هام، أنا اعتقدت لما شفت كلمة هام راهو استقبل الرئيس الأمريكي، استقبل كاتب دولة لدولة عظمى، رئيس الاتحاد الأوروبي أو شيء هذا، رئيس دولة كبيرة أوروبية وما إلى ذلك من هذا القبيل. استقبل هذا الشخص. حقيقة أنا لا أتحدث عنه كإنسان، أتحدث عن مساره السياسي فيه تفاهات، متاجر وتاجر لدرجة الفجور بإرث جده نيلسون مانديلا. راح قبل تركيا تحدث لهم على جرائم الأسد في المعتقلات ومعتقلي نظام الأسد. راح الإيران قال لهم رانيا ثورة الخميني، راي ثورتنا في جنوب إفريقيا مستمدة من الثورة ما تسمى الإسلامية، وهي ثورة خمينية بحتة في إيران، بعدما سطع عليها لأنها كانت ثورة شعب ضد استبداد الشاه، ولكنها تحولت إلى خمينية قذرة أضرت بالإيرانيين قبل أن تضر بغيره. ثم بعد ذلك راح للنجف وقال لهم ثورتنا من ثورة الحسين. يزيد شوية يزور بشار الأسد يقول له أنك ما فعلته حفاظا على الدولة هو راه استمدينا منها ثورتنا، وحافظ الأسد راه مدرسة لنيلسون مانديلا. هذا اللي بقى، وكل ذلك من أجل محاولات كسب الود وكسب الأشياء الأخرى التي تعرفون. رئيس جمهورية يستقبل هذا الشخص، ما عندوش فطرة، فقط التقاه عند تدشين ملعب نيلسون مانديلا. هذا الشخص تم استعماله مقابلة فيها مصادر ليست مصادري. هناك من تحدث على أنه تلقى أموال مقابلة الجملة اللي يقولها في مناسبة رياضية، لا هذه الصحراء موجودة، لا البوليزاريو موجودة، لا أي شيء، وتحدث عليها فقط مقابل أشياء تحت الطاولة. في الوقت الذي يحتفي تبون مع هذا التاجر من جنوب إفريقيا، في هذا الوقت الجزائريون يهانون. في هذا الوقت إعلامي شهير مثل سعد بوعقبة يوضع تحت النظر لدى الأمن على ما قال فسر بالخطأ وفهم بالغلط حقيقة، ولكن في الحقيقة أنه حساب على مقال آخر فضح فيه دبلوماسية العسكر. وهذا الذي تحدثنا عنه. في الوقت الذي يكرم هذا الشخص بهذه المبالغة، يعني الشان تمت وهو ما زال عندهم قاعد ثم يأكل ويشرب على حساب الدولة. في الوقت هذا كاين جزائريين لا يلقون قوت يومهم. في هذا الوقت كاين إحسان قاضي راهو يقبع في السجن
وهو صحافي. في هذا الوقت كانوا جزائريين خرين راهم يحاكمون ويلاحقون على مواقفهم السياسية. في هذا الوقت جزائريين يهربون عبر الحدود، وجزائريين سواء هربوا إلى تونس أو يهربوا عبر البحر يغامروا باش يحرقوا من هذا البلد. في هذا الوقت الذي يبالغ فيه تبون بالاحتفاء بهذا الشخص الذي ليس الحفيد الوحيد، هناك الكثير من الأحفاد، ولكن ولا شفنا واحد يتاجر بإرث نيلسون مانديلا بهذه الطريقة ويجري هذه. كون هذا الشخص حقيقة يؤمن بإرث نيلسون مانديلا الذي حارب الاستبداد وسجن سنين طويلة، لزار الناس اللي يسجنون، مش يزور نظام مستبد يلقي ويطارد الجزائريين بالسجون. لو كان هذا يؤمن حقيقة بالحرية والتحرر كما يدعي، هاو هناك شعب لم يقرر مصيره بعد، وهو الشعب الجزائري. يعني جايب لي واحد يتاجر على كل الموائد، يمشي عند الإيرانيين يحلب في أوانيهم، يمشي عند الأتراك يحلب في أوانيهم، يمشي عند المهم يمشي لكل جهة، وحلب في أواني الأتراك ليس بشأن تركي، لا حلب في أوانيهم لأنهم ناهضوا استبداد الأسد. وفي نفس الوقت يروح عند الناس اللي شاركوا الأسد في قمع الشعب السوري. هذه أنا ذكرناها من قبل. أنتم تستخفوا بالدولة الجزائرية إلى هذا الحد؟ أنتم تهينوا الدولة الجزائرية إلى هذا الحد؟ هل رئيسها ما بقى ما عنده ما يدير؟ هل هذه هي القوة الضاربة؟ تلاقيت في المرة الماضية في تدشين الملعب، خلاص علاش تعطي له أكثر من حجمه هذا؟ هل هو رئيس جنوب إفريقيا؟ من يكون هذا الشخص حتى تبالغوا بالحفاوة به؟ أنا نقولها لكم، لو كان نيلسون مانديلا على قيد الحياة لانتقد ممارسات العسكر التي هي لا تختلف عن ممارسات الأبرتايد في جنوب إفريقيا. وهذه الحقيقة. ما الفرق ما بين تمييز عنصري بين السود والبيض إلى تمييز آخر في الجزائر يحدث بين الناس اللي ساكنين الصحراء والناس اللي ساكنين الشمال، بين جزائريين موالين للنظام وجزائريين مناهضين للنظام؟ شوفوا ممارسات النظام اللي اقتل 4 مليون جزائري في التسعينات، مارس شتى صنوف التعذيب. قارنوها ما فعل نظام التمييز العنصري. نحن نظام استبدادي بمعنى الكلمة. لو نيلسون مانديلا على قيد الحياة لناهض هذا الاستبداد، ولا يمكن أن يطبل ويزمر له أبدا من سابع المستحيلات، وأجزم لكم بهذا. ولكن هذا التاجر الذي يتاجر بإرث جده في كل المحافل ومع أنظمة الاستبداد في الجزائر وفي إيران، ولا نستبعد كذلك أننا سنراه يوما في قصر بشار الأسد في دمشق. كيفاش أنت تقول بأنك راك تدافع عن المعتقلين في سوريا والمعتقلين في الجزائر؟ هل دافعت عنهم؟ يكفي هذا الارتماء في هذا الحضن، أن حضن نظام عسكري فاسد. كل واحد عنده شوية ذرة من الكرامة الآدمية والإنسانية، لا يمكن أن يقترب من هؤلاء، حتى وإن اقترب منهم وعرف حقيقتهم سينفض من حولهم. ولكن هذا التاجر والمبالغة بأمره وتسمية ملعب نيلسون مانديلا بهذا الاسم، كأن هذا النظام تحرري، كأن هذا النظام أرسى دعائم الحريات. لماذا لم تستفد من مسيرة نيلسون مانديلا؟ أنتم تعادون الجار المغربي الذي ربطته علاقات وثيقة بنيلسون مانديلا، بل نيلسون مانديلا تحدث عن ذلك. أنتم مع الشعب الجزائري استبداد وقمع وقهر إلى أبعد الحدود، مع دول الجوار مؤامرات وتحريض، مع كل جهة يقترب منها النظام الجزائري إلا ويكيد له. جاي تقول لي رانا نحتفي بإرث نيلسون مانديلا؟ الأسوأ من كل ما ذكرنا هذه المسخرة، بعد مسخرة استضافة هذا الشخص هذا التاجر بإرث نيلسون مانديلا، جايبين حاجة أخرى يعني اللي تفضح النظام وتفضح حفيد نيلسون مانديلا وتفضح كل أدعياء التحرر الذي لا يمكن أن يأتي من كزرنات. التحرر السياسي
والديمقراطية عمرها ما تجي على ظهر الدبابات ولا من الثكنات، تأتي من المؤسسات وعبر صناديق الاقتراع. هذه هي الحقيقة. شوفوا، حدث زلزال في تركيا وسوريا، وطبعا نغتنم هذه الفرصة لنعزي أهالي الضحايا، ونسأل الله تعالى ونتضرع له أن يشفي الجرحى وأن يصبر الناس على ما فقدوا ويعوضهم خيرا فيما فقد منهم. وحقيقة تضامننا المطلق مع أحرار سوريا في الشمال السوري، وتضامننا المطلق مع تركيا بشعبها وقيادتها على هذا المصاب الجلل. هذه أولا وقبل كل شيء. ثانيا، تبون يرسل تعزية إلى الرئيس التركي أردوغان، هذه لا غبار عليها. حقيقة هو رئيس دولة شرعي لا غبار عليه، ولا يمكن أن نقول غير ذلك. لكن الأمر المضحك والسخيف أنه تبون يرسل تعزية لبشار الأسد. خلينا نقرأ الرسالة هذه. وتقريبا في نفس اليوم اللي استقبل فيها حفيد مانديلا كتب الرسالة: هام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعزي الرئيس السوري السيد بشار الأسد إثر الزلزال الذي ضرب الجمهورية العربية السورية الشقيقة. خلينا نقرأ لكم حتى وإن كانت تقرف النفوس الأبية بهذه الكلمات. صاحب الفخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، فخامة الرئيس وأخي العزيز، تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا الشقيقة صبيحة اليوم، مخلفا آلاف الضحايا وخسائر مادية فادحة. وأمام هول هذه المأساة الإنسانية التي ألمت بالشعب السوري الشقيق، فإنني أتقدم باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي بخالص عبارات التعازي لفخامتكم وللشعب السوري الشقيق، وبصادق مواساتي لعائلات الضحايا، راجيا من المولى عز وجل أن يرحم الموتى ويشفي الجرحى ويخفف على سوريا هذه المحنة الأليمة. وفي هذا المقام لا يفوتني أن أؤكد لفخامتكم وقوف الجزائر حكومة وشعبا إلى جانب الشعب السوري الشقيق في هذه الظروف القاسية، واستعدادنا التام لمد يد العون والمساعدة في كل مجهود من شأنه التخفيف من حدة وآثار هذه المأساة الأليمة. وإذ أجدد لكم تعازينا الخالصة وتضامننا الأخوي الصادق، تفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام. لا أجد ما أقول. أنا كجزائري لا يشرفني ولا تمثلني هذه الرسالة الموجهة إلى قاتل شعب. هذه أولا. ما فعله بشار الأسد يا عبد المجيد تبون في هذه المناطق التي أصيبت بالزلزال هو أسوأ من الزلزال نفسه. ماذا حقيقة مأساة هذا الزلزال وكارثة طبيعية، ولكن بشار الأسد ضرب هذه المناطق بالبراميل، قتل ملايين السوريين وهجر وجرح وأخفى ملايين السوريين. هذه النقطة الأولى. لو نرجع إلى جرائم بشار الأسد والروس في حلب وإدلب، يظهر هذا الزلزال شيء وديع أمام تلك الكوارث. يعني رئيس دولة اللي هو أخوك العزيز يا تبون، الله يخوي جنابك وجنابه بلهجة جزائرية، ويخليك عبرة لمن لا يعتبر مثل ما سيكون بشار الأسد. ما دام هذا أخوك والله يحشرك معاه في الآخرة ويخليك مصيرك مثل مصيره في الدنيا. هذه بين قوسين في لحظة زعل حقيقي على هذه الأخوة التي تأتي من عاصمة الشهداء. هذه النقطة الأولى، أن بشار الأسد أجرم بحق هذه المناطق. هذه كما قلت هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذه المناطق ليست تحت سيطرته أبدا، ما عندوش حتى علاقة بها. ونتحدى تبون يروح عند بشار الأسد زيارة ويقول له نروح أنا وياك نزوروا المناطق هذه اللي حدثت في هذه المشكلة. نتحداه. لا مش تبون، لا ماهوش تبون، لا يمكن. نتحداه ونتحدى النظام العسكري يرسل ضابط سامي فقط يروح لدمشق ويقول لهم نروح نزور وأقف على هذه المناطق المنكوبة في إدلب وحلب. نتحداه. هذه مناطق خارج سيطرته، هذه مناطق صارت في حكم الواقع محررة من قبل ثورة الشعب السوري. تروح تعزيه فيها؟ لو لم يجرم فيها، مثلا حرها بدون إجراء وما صارت تحت سيطرته، ممكن
تقبل على سبيل الجدل فقط وعلى سبيل تمرير رسالة دبلوماسية فقط. ولكن هو أجرم، ما فعله بشار الأسد في هذه المناطق أسوأ بكثير مما حدث بهذا الزلزال. يعني غاضوا، يعني الآن بشار الأسد كي تلقى هذه البرقية راه داها لهيه وبكى ويندب في حظه ويتعاطف مع السوريين اللي طاحت عليهم الأنقاض هذا، وهما نفس الأنقاض قبل ذلك عمارات هدهم بالبراميل المتفجرة على رؤوس الأطفال. يعني رئيس قتل شعبه بالكيماوي يا ناس في ضواحي دمشق، قتل أطفال، رئيس ارتكب كل المجازر بحق السوريين، اقتلهم بالصواريخ بالدبابات. وكنت شاهد عيان على ذلك في فترة بداية الثورة السورية، وكان معي ضباط من الاستخبارات ودبلوماسيين جزائريين كانوا معي في البعثة. يعني واحد أجرم في حق شعبه بهذه الجرائم تقول له أخي العزيز لو لم تكن أنت وهو تجمعكم أخوة واحدة من في الجريمة وفي الأعمال الشيطانية. هذا هو الواقع. دخلك أنك تعمل تضحك عليك العالم. يعني السوريين الآن في المناطق المتضررة اللي أنا متأكد بلغتهم رسالة تبون إلى بشار، راهم يلعنوا في تبون قبل بشار. وأتمنى أني نسمع هذا من إخواني السوريين اللي موجودين في هذه المناطق، لأن هذه الرسالة لا تمثل جزائر نظيف حر تمشي من نظام مستبد فاسد إلى نظام آخر قاتل ومجرم بمعنى الكلمة. وش الفرق بيناتكم؟ وعلاش هذه البرقية التعزية أصلا لو ضربت المناطق اللي مسيطر عليها النظام، وحتى في مناطق النظام أصلا يكفرون ببشار الأسد. سوريا بلد محتل من طرف من طرف الروس ومن طرف الإيرانيين. بشار الأسد هذا مجرد بيدق فقط لا قيمة له. والجزائر التي تدعي أنها تدافع عن الشعوب، وطبعا ذلك يتعلق فقط بقضية الصحراويين فقط، هذه هم الشعوب عندها، في حين تآمرت. ونقولها للسوريين، عندي الكثير ما يثبت أن الجزائر ساهمت، وطبعا أقصد النظام ساهم في جرائم الأسد بحق الشعب السوري. يعني أنت ترسل تعزية إلى رئيس أصلا ما هو الشرعي. هل جرت انتخابات تتبون إلا إذا كان تقصد الحال كما حال الجزائر؟ هو أصلا منذ 2011 والبلد فيها حرب، لم تحدث انتخابات، حدثها داروها في بعض المناطق فقط. البلد محتل، والجزائر تقف مع الغزاة ضد شعب أعزل قتل بشتى صنوف القنابل والبراميل والصواريخ. يعني ما شاء الله. يعني الآن بشار الأسد راه متعاطف مع السوريين في حلب وفي إدلب وفي هذه المناطق لأنهم حدث فيهم زلزال وطاحت عليهم بيوتهم. هو بنفسه كان يقصف البيوت بشتى أنواع الأسلحة على رؤوس العوائل. يعني هذا نظام غبي ولا واش؟ هذا هو النظام اللي جاء بعد ثورة شعبية وحراك مبارك؟ هذا هو النظام الذي يحمل قيم التحرر في العالم؟ هذا هو النظام الذي يدافع عن حقوق الشعوب وسيادة الدول وما إلى ذلك؟ يعني ما علاقة بشار الأسد؟ ما علاقة بشار الأسد في مثل هذه المواقف؟ الدول تكون شوية ذكية، أعمل لهم تغريدة سيدي ونعزي الشعب السوري كذا كذا بنوع من، ولكن هذا النظام لأنه حليف إيران، النظام الجزائري يتحول رويدا إلى أن يصبح نظام إيراني في المنطقة المغاربية، وعنده ميليشيات مسلحة تابعة لإيران. واذكروا كلامي جيدا مستقبلا. وطبعا عندما أقول أذكر أنا أؤكد على أن المقصود أذكروا وليس تذكروا، وابحثوا جيدا الفرق بين الكلمتين، لأن التذكر عنده حدود معينة، وأذكر فيه مجال واسع في أمور كثيرة. المهم يعني كلام، يعني استخفاف بالضحايا. أنت هنا جرحت مشاعر الناس ضحايا الزلزال. هل رأيت بشار الأسد يزور الآن المناطق المنكوبة يتبون حتى تعزيه؟ أنا قلت لك أتحداكم ترسلوا ضابط يروح مع مسؤول سوري إلى هذه المناطق. لا،
أتحدى النظام السوري أنه هذا بشار الأسد اللي عزيته يا تبون يروح يزور هذه المناطق الدبلوماسية فيها نوع من الفن، فيها نوع من الفن. البلد تعيش حرب أهلية مدمرة، تعيش تحت وقع احتلال أجنبي. الشعب السوري يعني عانى من كل المصائب والمحن والويلات. على الأقل احترموا مشاعر الضحايا، مش الضحايا هذم اللي ماتوا الآن في الزلزال كلهم منكوبين بسبب بشار الأسد. السوريين الذين ماتوا إلى جانب إخوانهم الأتراك داخل تركيا في الزلزال كلهم هجرهم نظام الأسد، والناس اللي ماتوا في الداخل السوري كلهم ذاقوا من جرائم بشار الأسد. وما شاء الله جزائر 5,630,000 شهيد راهي تعزي في بشار الأسد على زلزال وقع فيه ضحايا، وطبعا نعزيهم ولكن نعزي الشعب السوري الحر، لن نعزي قاتل شعبه مهما كان، لأنه هو قاتل ومجرم وسفاح، قتل بالكيماوي وبالبراميل المتفجرة وبالصواريخ، شتى أنواع الصواريخ، جلب الغزاة والبغاة والغلاة والطغاة لأحتلوا سوريا. ويجيك عبد المجيد تبون يعزي الأسد الذي استأسد على شعبه بشتى أنواع الأسلحة وبشتى الدعم الخارجي، ثم ترى هل سيبكيهم؟ هل يبكي هذم الضحايا؟ كل ما يحدث يا ناس يدل على مهزلة الدولة الجزائرية، راهي وصلت إلى مستوى سخيف بمعنى الكلمة. هيا أعطيني الدول العربية الأخرى راح تعزت الأسد، كلها عبرت عن طريق وزارة الخارجية أنه رانا نتابع عن كثب ما جرى في سوريا وفي تركيا، راهم أرسلوا دعم، أرسلنا دعم. لماذا لم ترسل وفد دعم مثل ما فعلتم مع تركيا، وأيضا ناس يروحوا يساعدوا هذه المناطق ليس عبر دمشق؟ ليس عبر دمشق. إذا كان أرسلتم المال بشار الأسد لن يذهب إلى حلب وإدلب، وإذا أرسلت مساعدات أخرى لن تصل إلى إدلب وحلب، رايح تروح إلى المناطق الأخرى الموالية للنظام ولا تروح لشبيحة الأسد وعائلته. من المفروض ما حدث في الشمال السوري في ظل هذا الوضع يمر عبر تركيا، لأنه اللجان كلها نتاع الإغاثة تتواجد في الحدود التركية وتتواجد سواء التراب التركي أو في التراب السوري على الحدود، تروح عبر تركيا. هذا هو، لا تعزيه ولا تعمل أي شيء، ولكن في ظل نظام هواه إيراني راهي يعزيه بهذه الطريقة رغم جرائمه التي لم يهتز لها جفن النظام العسكري الجزائري على مدار كل هذه السنين. ولكن لا غرابة في ذلك، فالنظام الذي قتل 250,000 جزائري لن يغيظ الحال على قتل وتشريد وجرح وإخفاء الملايين من الشعب السوري، رغم أن الشعب السوري من أقرب الشعوب للجزائريين. وللأسف أيها السوريون لا يد لنا في نظام ابتلانا الله به كما ابتلاكم أنتم بالسفاح الأسد، والأيام سجال بيننا، وستتحرر الشعوب التواقة أيضا لتقرير مصيرها في الجزائر وفي سوريا، وإن ذلك قريب جدا. واذكروا كلام جميل.